أنا والعسل نرحب بكم مع نشان. مساء الخير. ماذا تقول شهرزاد الرواية عن شهرزاد الليلة في أنا والعسل 2 في 10 من رمضان؟ تشبهني بأنوثة وحنكة وإغراء ودلع وحب وبأشياء كلها لغز. الفن ثابت وأزمنته تتغير. فنانة زمن اليوم ظاهرة قلدت انتقدت، لكنها أثبتت أنها حديث الساعة ولأسباب ستفصل الليلة. مع مايا زاد أمسية 10 من رمضان إنها، وعلى شاشة الحياة والمؤسسة اللبنانية للإرسال، النجمة مايا دياب. Bonsoir. Bonsoir. مايا دياب، مساء الخير. مساء النور. رمضان كريم عليك وعلى كل الناس اللي عم تشاهدنا. طب معقولة ما شاء الله على الطول؟ وين أي كاميرا عم ياخذ لك كيس؟ طب معقولة؟ تفضلي. بنبلش. أهلا وسهلا بمايا دياب. ميرسي. واللقاء المنتظر، قد ايه صار لنا بنطلع على الهوا سوا؟ أول شيء خليني أحط تليفوني سايلنت، لأنه بعتقد إنه بعده مش سايلنت واجاك بي ام. أهلا وسهلا بمايا زاد. بونسوار. كيفك؟ منيحة. خليني هيدي شيلها لأنه هلا؟ ايه؟ بعد شوي. بدك تشيليها؟ ايه بعد شوي. اوكي. مبسوطة فيها. كيفك مايا؟ منيحة. رمضان كريم. رمضان كريم على كل الناس، على كل الأمة العربية، وعلى كل شخص الليلة عم بيحضر ومعيد يا رب. الامرأة يلي بتكون مثلك قد ايه بتحاول كثير حلوة. لا قبل ما اقول لك انه يو لوك بيوتيفول. ميرسي، ثانك يو. مايا، لما بقول اسمك اول شغله بيقولوا سكس بومب، بيقولوا قنبله مثيره. رمضان كريم. بس برضه بيقولوا لك سكس بومب، هيك بيقولوا. شو بتكون المرأة اللي يطلق عليها هذا اللقب؟ بتحاول تخفي معالمها ولا يعني بتتمكن من ادواتها لدرجة الانفجار؟ ابدا، هيدي انا بالنسبة لإلي نعم، الجمال من نعم ربنا علينا كمان، فليه بدنا نخفيها؟ لازم بالعكس نصقلها ونحسنها، نجملها أكثر، نعتني فيها ونبرزها أكيد. مايا زاد حلوة. بس أنت عاملة هيدا اللوك كثير، يعني إنه هيك من غندي بيشهد. عاملة اللوك ولا عاملة شهرزاد؟ عاملة شهرزاد؟ إنه المرأة لازم تكون شهرزاد أصلاً. أنت؟ أكيد شهرزاد. بشو بتشبهيها؟ طريقتها. تما اقول شيء ثاني. خلينا نبدا مباشره بسمية شهرزاد. تفضل. كرمال نفصل. يلا. بالانوثه. قد ايه فيكي من 10؟ 5. 5 على 10 انوثه؟ ليش؟ لانه ما بحق لي اعطي علامه اكثر من هيك. بس انت بينك وبين مايا؟ بيني وبين مايا بالبيت. نحن على الهوا، انا عندي 5 وكل الباقي للناس، للي بيعرفوني، للي بيتعرفوا علي، للايام اللي جايه ليبقى عندي علامات. مين بالفنانات زميلاتك بيتفوقوا عليكي انوثه؟ تقولي انه هيدي اكيد 9 أو 10. كلهم بيتفوقوا انوثه علي، انا بشوفهم كلهم احلى. ايه شو انت اقل انوثه منهم كلهم؟ هيدا رايي. ليش؟ هيك. شو هيك انه الليله رمضان كريم يعني مشان هيك؟ وانا كريمه.
لا صدقا، مين بيتفوق عليكي انوثه؟ لا اذا بدي اسميهم كثار في كثير. سميني ثلاثه. الحلو انه ايناس اكثر منك، انوثه فيهم اكثر منك. رح سمي لك. ايه هيفا وهبي. هيفا وهبي. بس ما بدي اكون عم بنسى ناس كثير حلوين. لازم اتذكر صبايا حلوين. سيرين عبد النور. سيرين عبد النور. من مصر. من الخليج. ضروري يكونوا معروفين؟ ايه زميلاتي ضروري. قولي لي مين يعني مش معروف؟ انا بحب بيرلا شليلة كثير حلوة. بيرلا شليلة قمة الجمال اكيد فيها. يعني نحن عادة بنتذكر الصبايا اللي كثير بنشوفهم، بس في صبايا ما بنشوفهم كثير وكثير حلوين. بعد في كثير على فكرة. كيف فنانات بشعين قبيحات؟ بربك هلا. ايه سمي لي اياهم. ايه لا بس في مايا؟ في اكيد. بتقولي بس انت وقاعده بتقولي بشعه. في ابشع من البشاعه لما ببشعوا حالهم. شو بيعملوا؟ بالشكل يعني عامه ما بيعرفوا يشتغلوا على حالهم صح، وبيلحقوا الموضه تيلحقوها، وهالتفاصيل انا كثير بتزعجني. يعني الحدا لازم يكون يعرف وين يبرز نقاط القوه اللي فيه، مش يضعفها. لما اقول مايا دياب ستار نجمه بشو؟ انت قولي لي، بالتقديم، بالغناء، بالرقص، بالاستعراض، بالملابس، الازياء، بالتمثيل؟ الستار تحتوي كل هول اللي انت قلتهم. كيف يعني؟ يعني بس انت وين؟ انت نجمه شو؟ انا نجمه. نجمه شو؟ نجمه كل شيء. ليه ما بتعرف انه في ناس بيكونوا مالتي تالنتد؟ يعني عندهم مواهب متعدده. اي. شو اللي خليكي تضربي ما شاء الله هالقد؟ يعني تصورخي، بيقولوا انه دي صاروخ. لا ما هو بيقولوا كده ولا لا؟ بمصر بيقولوا دي صاروخ صاروخ. شو اللي بيخليكي عندك مزايا الصاروخ؟ ليك بتعرف شيء، مش دايما نحن بنكون كثير اذكياء انه نخترع الشيء اللي نحن بنوصل له. نحن بيكون عندنا معطيات نشتغل عليهم صح، بس الله بيساعدنا. كرمال هيك في ناس عندهم معطيات ما بيوصلوا ما بيصيروا نجوم، وفي ناس عندهم معطيات اشتغلوا عليهم نجموا اسرع من نجوم اشتغلوا اكثر على حالهم ليصيروا نجوم. يعني هيدا الموضوع ما بس بيتعلق فينا نحن كافراد، انما كمان بيتعلق من وقت ما اشتركتي باستوديو الفن، ومن ثم بالفوركات، ومن ثم بتقديم البرامج ايضا مع الزميل الاعلامي توني بارود، لا لليوم لوقت هيك منغني كنت على طول ستار، يعني بالمناسبات الاجتماعيه، بلبسك، باطلالتك، بعيد ميلادك. اليوم حواجبك مايا بربك زرعتي. لا لحظه، بعيد ميلادي لازم يكون انت ستار ولا انا ستار؟ بس بخدهم كلوز. شو اول شيء بيقولوا انه زرعتهم شعرها شاشة. شو بتقول انت؟ شو عارف هلا شو شايف؟ شايف حلوين شيء حلو مش مزروعين. يعني لكل الناس اللي زرعوا هارد لك. شو بدي اقول؟ مايا، فانت كان عندك من بداياتك قبل ما تنشهري هالقد كان عندك تخطيط، وكانه عيشه هالنجوميه قبل ما تجي، كانوا عم ترشي النجوميه تجي. لا عم ساعدها. ما هي مش رح تجي اذا انا ما ساعدتها. انا بدي اعرف شو عندي واشتغل عليه، وهي عم تجي صوبه، وبدنا نمشي سوا لنوصل للي انا وصلت له اليوم. لما بنشوف الصور على السيرش انجنز، يعني او على اليوتيوب او على جوجل كمان، بنشوف صورك ما قبل وما بعد، بنشوف صور بتقول هيدي ما بتقربها ولا مايا دياب، بنشوف الصوره اليوم. طبعا انه كل انسان له حق انه يطور من حاله. انت شو كيف تاخذي الوقع؟ بحطوا مايا دياب ما قبل وما بعد. قديش شاطره بقول، برافو علي. بوزيتيف، انت على طول بتشوفي كبايه العسل المليانه، مش مليانه. جمال وي على 10 5 كمان 5 ونوسي 5 وجمال 5. كلهم مين 5. جميله اكثر منك بالفن؟ بلشي قولي لي لشوف. لا بدك تتساءل كل الحلقه؟ لا ما ولا بس باول 5 بدي اتساءل كل الحلقه. اذا هيك اذا انت سائلي بدي اتساءل، بس جاوبيني اعملي معروف. مين في 3 اجمل منك؟ ما قلت لك انوثه اكثر. قلت لي انوثه. هلا انا كنت بعني فيها جمال وانوثه ومجموعه صفات اكيد. ليش مايا هالقد عم بتكوني بخيله على حالك؟ ابدا، انا متصالحه مع حالي. لا 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 لا، انا مهم انا ببيتي وبوقف قدام مرايتي وبعرف عن حالي. شو والله صبيح، وهيدا بيكفيني. خليكي هيك. عليك كريستو، فينا ناخذ
هيدي مس ستي لازم اقول لها بونسوار وثانك يو. لا بما انه قلت بونسوار وثانك يو ولازم اقول ميرسي لمايا يمين لانه اهتمت بوجهي اليوم. بدي اقول ميرسي اكيد لوسيم مرقص لانه اهتم بشعري اليوم. والاهم انا بدي اقول ميرسي لنيكولا جبران بس مش هلا. مش بدي اسال عن نيكولا لحاله. نيكولا عنده نيكولا جبران عنده تشابتر لحاله، فصل لحاله. ثقافه على 10. 5 كمان. شو بكي اليوم؟ انا وشر لابد منه 5. لا شر لابد منه رح غير لك، بس بدي اقول لك شيء. الثقافه قد ما عنا بكون بعد بدنا كثير، و5 مكتره كثير على حالي مع كل اللي ممكن كون بعرفه لليوم. شو حصلتي علم؟ شو درستي؟ اذاعه وتلفزيون. والله ساعدوكي كل الدروس اللي اخذتيهم بهيك منغني؟ لا ما بده درس هيك منغني. شو بده؟ هيك منغني يعني شو بده؟ بده مايا دياب. وبده شاشة الام تي في؟ اكيد. ضووا مع بعضهم. لا ضووا مع بعضهم؟ مضوية كانت الام تي في قبل. انه بس هن ضووا ليعملوا هالاسم مع بعضهم. هيك منغني. ضمن هيك منغني. شو اغلاطك مايا؟ بحياتك؟ اعطيني اول غلط بحياتك، بتقولي بتعرف ليشان؟ بتاخر لاختي خطوه بشغلي. هاي غلطه. في كثير اشياء ما لحقتيها بعد؟ اكيد. لذلك بتقولي قلقاتي اعظم؟ طبعا. اكيد في اشياء ما لحقتها. مثل شو؟ لا ما هي ما ضروري تكون بعرفها اليوم. بس ضروري اعرف انه هي جايه بعدين. ضروري اعرف انه في نجاح اكبر لقدام، ضروري اعرف انه الاستمراريه بتتطلب مني اكثر. بتخافي؟ اكيد جدا. طبعا الاستمراريه بتتطلب ذكاء، والذكاء على 10 قد ايه بتحطي له؟ كمان 5؟ شو جاي عامله؟ انا ذكيه هالقد. حافظه الدرس كله؟ هالقد ذكيه. مش كثير. تشتغلي على ذكائك؟ شي مرة تعلمنا بالمدرسة نحط علامات لحالنا؟ الثقافة تبعيتنا كلنا بالمجتمعية انه ما نحط علامات لحالنا. طبعا. يعني نحن ما بنغفر لحالنا حتى. أكيد. يعني بنغفر للآخر. نطلب الغفران من رب العالمين، ولا مرة بنقول لحالنا أنا سامحتك. مزبوط. يعني مايا ما بتسامح مايا، نشان ما بيسامح نشان. مزبوط. اتس كلتشر، يعني في كولبا لميع كولبا، خطأ كرمال هيك أنا ما بعطي علامات أكثر، لأنه ماني عم جمل حالي قدام الناس ولا عم اتملق قدام الناس اللي بتعرفني تكفيني انها تكون بتعرفني هالقد عن كسب وعن قرب. والباقي بتركه للحياة. شر لابد منه، قولي لي 5 على 10. لا رح اقول لك انه انا شر لابد منه. ايوه خليني شلحك لك. خليني شلحك لك. ميرسي نشان. شلحك لك. فوالا ثانك يو. ما في لاشوف حد. خليني هلا هو شوف اناقتك كلها. انا مهدده انه ما اقعد كثير واوقف بالفستان لانه الماتيريال بيتعج وبعدين ببين عندي بطن حرام. لا ما عندي شيء. تفضلي. شو يعني انت الشر؟ البوزيتيف شر. شو يعني بوزيتيف شر؟ ما في بوزيتيف. بحب انه اكون انا حدا مرغوب، مطلوب، محبوب. برافو كلهم. شو بتهون علي. ايه ولما تحبه ما تقدر عن جد تستغني عنه. عيب الامرأة ما تكون مرغوبة؟ عيب؟ مش عيب. شو؟ بس انه مش حلو. نقص؟ ما بدي هين او ضايق، لا بس انه حلو المرأة تكون مرغوبة ومطلوبة. قد ايه فيكي اغراء مايا؟ قد ما لازم. حطي علامة على الاغراء. اذا بتقولي لي 5 على الاغراء قد ايه مايا؟ صدقا. دايما انا عندي اغراء. على الاغراء قد ايه بتحطي من 10؟ انا بحط 5، انه دايما بشتغل على حالي لكون احسن، ان شاء الله السنه الجايه بصير بتشتغلي على حالك لتكوني مغرية. ايه؟ لا. مين عم يحضرك هلا من زملائك وزميلاتك برايك؟ كلهم. شو ليه بس كيف مأكد هالقد؟ كلهم عم بيحضروا. انا بحضر الكل. مين بيعمل زابينج؟ بيقول خلص ما بدي اشوف. بيكون حدا هلا عمل حساسيه، يعني عنده حساسيه او شيء، بيشوف طبيب جلدي وبيعمل زابينج. بتعرفي اسمائهم؟
لا. تسأل الطبيب؟ إذا بدك. إذا أطلق عليك هي وكأنها تهمة، بيقولوا مايا دياب وكأنها حاملة بإيدها 100 بطيخة، يعني تمتهن أكثر من مهنة أو مجال. هيدي اسمها مالتي تالنتد. هيدا بدي أقول لك شيء، هيدي الصفة أو هيدا التعريف عن الارتست ما كتير كان متعارف عليه بالعالم العربي، كرمال هيك كانوا يقولوا هيدي الجملة. ولكن بالغرب في كتير ناس، يمكن هلا ما كتير بتذكر منهم، بس في كتير ناس عملوا عرضات ازياء، قدموا برامج، غنوا وكانوا ناجحين. يعني منا شغله جايه من الفضاء، بالعكس. وهول العالم اليوم ناجحين، في دي جيز بيكونوا بيلحنوا، بيكونوا بروديوسرز، بكل المجالات في ناس بنلاقيهم مالتي تالنتد وشاطرين. شر دياب رح تابع معها بعد هذا الفاصل من أنا والعسل 2. باتريسيا هاشم زميلي وصاحبة موقع بصراحة .com قالت لي نشان مستحيل تبلش بسكس بومب بالدنيا رمضان صديقي. شو بدي اقول لك باتريسيا؟ تعي تفضلي لهون باتريسيا وشوفي يا لمايا شوفي شو بتقولي. ميرسي. معك حق باتريسيا، رمضان كريم، وهو التعبير يمكن بيكون اوقات ثقيل شوي، ولكن المعنى هو اكيد لا نحن عم نمزح جاذبيه طبعا اغراء. مصر يلي احتضنتك مايا سواء بالفن الغنائي او تقديم البرامج، وقبلها كمان بالدراما المصريه، شو راح تقولي لها غناء اليوم؟ كيف بدك تحييها؟ قبل ما اغني لها اليوم بدي بارك للمصريين ب10 رمضان، واليوم هو يوم النصر، نصر 6 اكتوبر، كان مثل هالنهار. بحب مصر كثير، مثل ما كثير كل الناس بتحب مصر، كل الفنانين، بس لازم غني لها غنية مهضومة. قديش جدعان عن جد، قديش أثروا فينا ب30/6، قد اللي عملوه ما حدا قدر غيرهم يعملوه، قديش شاطرين إنه بسنة قدروا ينزلوا حكم كان مفكر يجزر بمصر ما قدروا. هيدا الشعب اللي عنده هالقد قرار بنفسه، قدر ينزل ويملك كل الطرقات ويقول أنا هيك بدي تمرد، ونزل الرئيس عن جد من قلبي. وكنت بمصر وعن جد كان قلبي هيك عم بيكبر فيهم. مايا بس شعرك عن الميكرو لأنه عم بيخبط. تكرم عينك. كلك ذوق. شكرا. جهاد. اسألوا كل الناس من هم أجدع ناس، هم المصريين يا أرض أطيب ناس، كل اكتفى وإحساس حفظك رب العالمين. اسألوا كل الناس من هم أجدع ناس، هم المصريين يا أرض أطيب ناس، كلك دفى وإحساس حفظك رب العالمين. مين أحن قلبي لينا هو حضن حبيبتي مصر، مين يسعد من قلوبنا هي ست الكل مصر، مين اللي جنبي منا مصر 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 مصر، مين أحن قلبي لينا هو حضن حبيبتي مصر، مين يسعد من قلوبنا هي ست الكل مصر، مين مصر 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 مصر. بنحيي مصر وبنحيي حسين الجسمي أكيد الصديق والنجم طبعا. هيدي الغنية لحسين بحبه كثير يعني، وحبيت اختار غنية ما كثير هلا كانت موجودة بأثناء الأغاني اللي نزلت حاليا بمصر. بكواليس أنا والعسل أثناء التحضير ثاقبت أنه عم بيصوروا كمان برنامج آخر كمان شركة سوني بيكتشرز تلفزيون أرابيا. التقيتي بإليسا وانا كنت بالغرفه اللي قعدتكم فسمعت لانه الحيطان خشب. لا انا عرفت انه اليسا موجوده فدغري فتت سلمت عليها. كيف كان السلام؟ رائع طبعا. شو قلتوا لبعض؟ لا كنا عم نحكي عن موضوع هيك بضحك، قعدنا تضحكنا. انا كمان فت لعندها اليوم لإليسا، انا وإليسا صار لنا سنه. ايه
كان في قطيعه من العسل الماضي ما بعد عسل الماضي، وعملت انفولو وعملت لي انفولو على تويتر، ويعني وانكتب كله بالصحفي يعني هيك، بس لانه حرصا مني على الصداقه يلي بتضلها اصيله ومتينه ما كنت ابدا اقبل احكي ولا كلمه. بقى فت لعندها ويعني كلمه وكلمتين اليسا بتصير هيك بصير في غسيل قلوب. بحييها كثير للوس انا كمان لسه لرمضان كريم وشو بدي اقول لك، بتمون قطعت اكيد بتمون. إيه انت بتمون اكيد على اليسا. بتجنن. كيف اليسا بتشوفي جماهيريتها بمصر رائعه والعالم العربي؟ ما بقى تسال عن اليسا اكيد. قولي لي ليش قطعت مراحل السؤالات بسم الله يعني. بدي اقول انه امبارح كان ضيفنا حسن الشافعي، لانه بالتكنيك يعني تكنيكال بروبلم كان عنا ما قدرنا نستعرض التويتر اكاونت والفيسبوك اكاونت تبعه، رح نعرضهم مباشره على الهواء. واكيد انا بغار بتقوموا بتعرضوا تبعولي دغري من بعضهم. انت كمان كيف بعضهم؟ انت شو انا @مايا دياب. @مايا دياب ولا @مايا دياب اوفيشال؟ لا @مايا دياب الا البيج مايا دياب اوفيشال. اوكي، لكن @مايا دياب على تويتر، انستغرام، فيسبوك، تويتر، فيسبوك مايا دياب اوفيشال، مايا دياب اوفيشال، انستغرام مايا دياب، ومايا دياب كمان يوتيوب شانل. مايا دياب كمان يوتيوب شانل. عملتي مليون ولا بعد او شي مليون ومليونين و3 مليون؟ شو؟ عملنا مليون. ميريام فارس قالت انه النجوم بيشتروا، انت اشتريتي؟ بعد ما اشتريت. هيدي غلطة من اغلاطي على فكرة، نسيت اقول لك اياها قبل شوي. بدك $30 على $30 يعني شهر. شو ما اشتريت عم تقول؟ هلا اذا عملنا بالاستوديو بيعطونا بنعمل كم مليون. حسب ما صرحت النجمه ميريام فارس انه في كثير نجمات بيشتروا ايه مظبوط اصوات ومشاهدات وهيك. طبعا. انت من الاغلاط اللي عملتها. هي من الاغلاط انا تبعولي. بتوافقي هلا ولا لا؟ او لك بركي بلحق حالي. بتوافقي ولا لا؟ بوافق اكيد. كيف بدك تدخلي مصر مايا؟ لا دخلتها. خلاص؟ ايه. غير ببرامج الالعاب الفنيه او يعني غير بديل اور نو ديل تمثيل وهيك بنغني تمثيل في تمثيل او مع بعضهم يعني تقديم وتمثيل. اي برنامج امل لك شهره اكثر، ديل اور نو ديل ولا هيك بنغني؟ هيك بنغني حتى بمصر؟ اكيد أكتر؟ هيك بنغني هو البرنامج الوحيد اي ثينك عرض على محطه محليه وهي الام تي في، انباع لام بي سي، انباع للنهار ام بي سي 4 لان عرض اثناء عرضه على ام تي في رجع انباع للنهار. هذا عم نحكي كل السيزونز يعني. رجع هلا عم بينعرض على او اس ان شفته صح. واكيد يعني هيك بنغني ما بده يعني الشهره والانتشار من الام تي في والثروه اللي اخذتيها من النهار هيك فينا نقول. ثروه؟ انه ثروه دفعوا لك $1,200,000 لا ديل اور اكثر شوي بس انه يعني بس انه قد ايه ما طلعوا ثروه هن هلا قد هلا ما بالنسبه لي ثروه، بالنسبه لك ما بعرف هيك عم لا ما طيب اوكي. صحتين على قلبك، بس اكثر من $1,200,000. لا $1,800,000 يمكن، يعني ما بتذكر، ما ضروري نقول قد ايه بس انه بس انا كمان قدمتي احسن من رزان لعبه الحياه ديل اور نو ديل، لانه رزان عملت حققت جماهيريه كثير كبيره من وراء بس ما خص اقل اكثر احسن. مين نجح اكثر؟ لا مين خطب المصري صح؟ صراحه انا خطبته بطريقتي مثل ما انا يعني ما شلت شيء من حالي وما زدت شيء لازم اعمله، اللي حسيته عملته على الهواء. بتعرفي ليه عم بسالك؟ لانه انت هالقد صريحه. مين حسيتي الفيدباك الرد يعني الشارع، نبض الشارع تفاعل معه اكثر؟ ما انا ما كنت وقت رزان عم بسال الناس عن بروجرام رزان. بس حضرتيها على اليوتيوب وشفتيها يعني طبعا اكيد. بس ما قعدت اعمل الفرق. ليه بدي اعمل الفرق اصلا؟ ولا مره بحط حالي بمقارنه. مايا اذا بدي رتب نجاحاتك، سمي لي نجاحاتك، رتبهم وظبطهم. سمي لي غير نجاحات غير هيك بنغني. نجاحات هيك بنغني، هيك بنغني. ديل اور نو ديل هلا كنت عم تحكي عنه. هون ولا هون ديل اور نو ديل؟ انه 1 2 ولا 1 5؟ رتبهم كمان. هيك بنغني اولا، الباقيين رتبهم مثل ما انت بدك. انا عندي شعور انه هيك بنغني هو اولا وبالمطلق. ايه بالمطلق صح. يعني أنا اليوم عم بحضر سديتي، عم بحضر أشياء أخرى، عم نزل سينجلز، يعني هول كلهم، بس هذا ما بيعني
ولا بعمري بقول الا انه هيك منغني هو النجاح. قبل ما ارجع احكي عن الام تي في والتهمه يلي لصقت فيك انك نكره المعروف، بدي تقولي لي شيء من البومك الجديد. اللي بيعجبني فيك انه بتسمع كل الاسئله مثل حدا عم بيقول لك صباح الخير كيفك معايا. ايه شو في من البومك الجديد؟ في ليك انا من في بعيونك شيء اسمه زياد الرحباني، في زياد الرحباني بعيونك. في زياد الرحباني، لا هيدا زياد الرحباني لما بس تقولي زياد الرحباني بتصير الاستاذ ما له علاقه بالالبوم اللي هلا عم بحكي عنه. صح. بتحب نفصل كيف بتحب نحكي؟ نفصل. ايه نفصل. إيه، وزياد الرحباني وقتها بنقول اسمه كله بيجي طبعاً. ثالث ورابع. انا رح احط هلا زياد على جنب وكمل هيدا الموضوع. أوكي. لا بلشي بزياد. بزياد؟ اكيد. ايه زياد عم نحضر سيدي، بس قرر فجأة انه مايا لا، اول غنية رح نسجلها رح ننزلها. اخر منتج رحباني شو رح يكون؟ شو يعني اخر؟ يعني لإلك اخر منتج رحباني انت وزياد الرحباني، شو الالبوم؟ شو الجديد؟ شو رح تسمع؟ الجديد حافظه؟ رح اقول لك غنية رح تنزل، هيدي رح نسجلها اول وحدة، رح تنزل اول وحدة دغري على السوق قبل السيدي. فينا نسمع؟ لا بلا لا سوري. بلا مايا. فيك تسمع كلام. اسمها الغنية لاحق ترجع على دبي. هيدي كانت لسيدي فيروز؟ هيدي أغنية مزبوط. اسمها الغنية لازم لاحق ترجع على دبي. أستاذ زياد طرح هيدي الغنية على الوالدة الست فيروز. طبعا الست أكيد بتاخد وقتها يعني لحتى توافق أو ما توافق على أغاني. كان عندها يمكن اعتراض أو تعليق صغير على محتوى الكلام تبع الغنية، فالاستاذ نزلها بمانيفستو بالمحل جريدة ما بيكتب السفير؟ جريدة الأخبار محل ما بيكتب هو عادة مقالته الشبه يومية. فنزلها وقال إنه هيدا كلام الأغنية الجديدة للست فيروز، هل أنتم مع أنها تغنيها أو ضد؟ فكمان كان الإجماع كتير عالي إنه الست فيروز تغنيها، ولكن ما شاءت الموضوع. فهو انت طبعا الايجو عندك انتفخت اكثر لانه هيدي لا فيروز. لا بالعكس، انا عن جد يمكن هيدي شانس، يمكن هيدي حب زياده من زياد لإلي، انا بعترف فيه انه اليوم وقتها ما ارادت الست فيروز انه تغني الغنيه اجت لعندي يعني كمان ما بقدر اقول لك شو بحس. بس عرفت فيروز انه رح تغنيها انت؟ نعم عرفت. وافقت؟ سمعت وانبسطت. بتحكيها؟ لا ولا بس مرة؟ في زياره قريبه جدا رح كون عندها. كيف الكلام؟ الكلام بتقول مثل ميل على أهلك شوي، علي شوي وعلى الحي، بعدن الولاد الحافيين والأسطر عم بيلمي المي، خود بتليفونك كم صورة ولاحق ترجع على دبي. هيدول 3 كلمات هي بتحكي عن الشاب أو الشباب اللبناني اللي بيسافر عادة. عطى اكزامبل دبي بس هو محدد دبي، انه بيروح على دبي ببلش يعيش التكنولوجي والحياه الحلوه والكهرباء 24 ساعه والمي ما بنسال عنها وكل هيدا اللوكس دبي يعني. فجاه بس يجي على لبنان بينسى انه نحن ما عندنا مي، واوقات بينقطع الاسانسير بنطلع على الدرج وهول التفاصيل، فعم بيوعيهم شوي. برايك انت شو مبتغي زياد الرحباني من تعامله الفني معك؟ شو بده؟ شو هدفه؟ صداقتنا قالت لهيدا الموضوع. وهيدا مش بطلب مني. بطلب؟ هيدا كان حلم جواتي، ما قلته ولا مرة، بس ما طلبته كمان ولا مرة. زياد اقترحوا علي، وافقت. هو يعني هو عم بيقترح، كنت انا وافقت وبلشت احضر صوتي. انت بتقولي زياد الرحباني هو الصديق الوحيد الحقيقي بالكار الفني. انا هيك قلت؟ لا زياد صديق. هيك اول شيء زياد منه صديق بالكار الفني. زياد صديق حقيقي بحياتي. بالفن ما في صديق يعني انا اذا بطلت حقيقي. فنانه او اذا هو قرر ما بقى يعمل ولا شيء بحياته، هيدا ما له علاقه بالصداقه اللي بتجمعنا وبعلاقتنا اصلا. بينك وبينه شو بيهمس؟ بيقول لك يا مايا انا بدي هالنقطة. لا إذا بقول لك شو بيقول كثير. شو بيقول؟ بيقول كثير. يعني قعدت مع زياد امبارح، كنت مع زياد على فكرة، قعدت معه بتعبي لي قلبي ضحك وبتعبي لي عقلي فكر ومعلومات وثقافة.
مغذيه، يعني في روح نام ما اعمل شيء ثاني. ما بتعرفي اللحن؟ لا طبعا بعرفه بس مش رح طب اقوله. لا انا سمح لي اقول الكلام. اوكي. اذا أوكي. سمح لك الاستاذ هيك، الاستاذ خلينا. قال انا بنفذ. خلينا هيك. نكرة المعروف بالام تي في، الام تي في صنعت صورتك. اليوم انت شايفنا نكرة المعروف. الام تي في صنعت صورتك الاعلاميه من منتج هالقد بزخوا عليه، من عم بحكي عن الديكور والاضاءه وجيتي انت كمان كملتي هالفكره، صار في يعني تزاوج بين صورتك وشخصيتك والكاريزما تبعيتك والام تي في، وطلعت هالبرودكت هالمنتج اللي اسمه مايا دياب مع هيك بنغني. ومن بعدها بسنه سمعنا وشاهدنا وكبر الخلاف، وبالعيد الثالث تبع الام تي في ما كنت حاضره، وصار في محاكم. ما يروج اليوم، يعني وقت اليوم بتقولوا مايا دياب وام تي في بيقولوا يا الله كيف ذكرت لهم جميل للام تي في مايا، كيف طعمتهم ضرب يعني ايه. وراحت على تلفزيون النهار في مصر وعملت برنامج ديل اور نو ديل. كيف بتبرري وشو علاقتكم فاتره اليوم اذا ما بدي اقول في قطيعه؟ اول شيء خزلعين عنك لانه كم المعلومات اللي بدي جاوب عنهم كثير بهذا السؤال. رح بلش من الاول. تفضلي. قلت الصوره الاعلاميه صح. هن بمحل قالوا عملوا صوره مايا دياب. انا هيدا كنت على خلاف فيه، لانه انا اليوم وقت جيت كنت اوريدي بانيه الايماج تبعي وجايه على اساسها على البروجرام. بس ما كنتي مايا اليوم تبع هيك بنغني؟ اكيد. ما انا جايتك بالحديث. ثاني نقطه، البزخ اللي نزل على البروجرام اقل بروجرام مكلف انتاجيا، مصاري، كديكور وكاي شيء ثاني. البزخ عليه هو حضرتك. يعني انا بجي البزخ عليه. شو يعني البزخ عليه؟ يعني شو يعني؟ مثل ما عم بقول لك. يعني انت بتضيفي انتاج، لحظه، بتضيفي انتاج، بتصرفي من جيبتك يعني على البرنامج؟ على البرنامج لا، على نفسي اكيد. اكيد انا مثل ما بحافظ على صورتي تعلقت بهيدا البرنامج، وهن بيعرفوا قد ايه انا بخاف على صورتي متعلقه بصوره البرنامج تيبقى هيك منغني. بس كل اللي بيطلعوا على التلفزيون بيصرفوا على لوكهم وبيبزخوا على مظهرهم. هلا اعتبرني ما قلتها للجمله. لا بس خذي واعطيه معي. يعني انا قلتها لانه في سبب معين. يعني شو السبب؟ لانه انا عن جد بشتغل على حالي وعلى شكلي وعلى تيابي وعلى كل هول التفاصيل. ولانه هن اللي بيعملوا منك هالصوره المضيئه مايا. كيف يعني؟ الشغل على المظهر والبزخ على المظهر هن اللي بيصنعوا بيضويكي؟ مش انتبهي، مش ضروري يكون بزخ، الشغل على المظهر هو اللي بيعمل اكيد. لانه اليوم انا العالم كمان صارت بتنطرني تشوفني، انا لازم دائما اكون متجدده باسلوب جديد بطريقه جديده. يعني دائما بيتفاجئوا شو بدي يعني على راس السنه شفتك بتيشيرت بيضاء وجينز. وين الصرف؟ هو ريد كاربت وهيك، وانا جيت بتيشيرت وجينز. بس بدي اقول شغله. تفضلي. موضوع الام تي في وكيف تطور وكيف صار، انا مقله بردودي صح. على المشاكل، مش مقله لا ارد. ليه بتحبي انه يتداولوك الناس وانت قاعده؟ يعني يعملوا اللي بدهم اياه. انا بنطر بقول بيوم رح الرد يجي لحاله. والدليل هقول لك اياه. لما بيصير في مشاكل مع ناس غيري بالمحطه نفسها، بيعرفوا الناس انه المشكله مش مني، انما من طريقه اداره المحطه. شو يعني غير؟ يعني في ناس اخرين كمان صار عندهم مشاكل معنا. ما رح اقول مين. لا بدك تقولي. لا ما بحق لي اقول مين، بس انا مهم انا عرفت يعني، وكل الناس عرفت. منى ابو حمزه. فاليوم بس اللي صار بين منى ابو حمزه، لازم لها بونسوار لمنى، وانا بحييها كثير وبلا رمضان كريم. يعني رمضان كريم هي اكيد وقصتها الكريمه. استاذ بهيج اكيد، الشيخ بهيج. بس خليني لك شغله، منى اللي صار يعني ما تطور ابدا. لا يعني لا يقارن اللي صار بين منى والام تي في. الحمد لله ما تطور. انا ما بتمنى لحدا يتطور، لانه هي ذكيه. او لك ما شفت ليه حطيت 5 انا على برافو عليك. هلا تبرر الخمسه. شفت كيف؟ انا اليوم لما رفعوا علي دعوه بدون ما يكون انا عامله غلطه، ما هن قالوا انه انت مضيتي مع النهار. صح. انا ما مضيت مع النهار، رفعوا دعوه علي على اساس انه انا مضيت مع شاشه النهار. شو كيف؟ يعني ما مضيتي ما عملتي البرنامج؟ ايه بس انا ما مضيت، انا ما كنت ماضيه، كان في حكي بيني وبين شاشه النهار. لما رفعوا علي دعوه طلعت لقيت انه هي منا طريقه اتعامل انا فيها.
فتت على البروجرام بلا ما امضي. بس هل كان يحق لك مايا انذاك انه نعم تظهري بغير اكيد برنامج؟ بحق لي، لانه انا مني على قناه منافسه على الام تي في. وطبعا رجال القانون كتار والمحامين موجودين كتار، اكيد بدي احيي محاميه مارك مدكور اللي بيهتم بهذا الموضوع، هو بيعرف كثير منيح انه نحن منا على قناه منافسه. نعم. فهيدا الشيء ما بيضر بكونترايتي مع الام. اليوم كيف علاقتك برئيس مجلس اداره الام تي في الاستاذ ميشيل جابرييل؟ بحبه كثير، بحبه كثير لميشيل. بتحبيه بس عم بحكي لا علاقتي رائعه يعني بتعرف انه صار في كبرت وصغرت وصارت هلا ناعمه ومهضومه. في موسم جديد من هيك بنغني؟ جديد؟ ليه ما عطيوك الميراكس دور هالسنه؟ عطيو بس الفيديو كليب تبعك، يعني ما عطيو مايا دياب هن منتج مشترك بين اسمك وصورتك والام تي في، بس حتى جائزه ما اخترعوا لك. ليه ما بتسالهم؟ عم بسالك لإلك. انا ما بعرف جاوب، يعني كمان ثقافتي وذكيه. بتعز عندك مايا انه انت بنت الام تي في وما اخذت الميراكس؟ بتعرف ليه ما بتعز عندي؟ ليش؟ لانه الناس عندها عيون وبتقشع. ليه بدها تعز عندي؟ ابدا. اللي بعمله بكبرني وبحسسني ان باهميتي اكثر. بس خليني اوضح شغله، انه انا كنت باللجنه ما كان خص الام تي في ابدا بهالجوائز، يعني سعيد المروق المخرج اللي اخذت استلم هو. بس يعني انا بدي اذكرك انه السنه الماضيه بالبوكلت تبع الجوائز انا كان عندي جايزتين. كان عندك جائزتين وحجبت الجائزتين عنك؟ بتحب مرق لك لكن يا دكتور فادي وزي حلو المسؤولين بس مش هن اللي حجبوا عن الجائزه، لا هن اعطوك الجوائز لجنه الميراكس دور، بس حجبت الجائزه عنك. مين حجب الجائزه عنك؟ ام تي في. القمر، الكسوف الام تي في. الام تي في ايه حكيتي استاذ ميشيل جابرييل المره بهالموضوع؟ شو الصداقه اللي بتصير انه بتطووا صفحات وبتخلوا صفحات هيدي مشكلتي انا سوداء. انا مشكلتي انا حدا بمرق بقطع. بس بتسامحي؟ شو بدي بتسامحي؟ بتنسي؟ لا لا انسى. كريستو نطلع بريك لو سمحتوا، بعد الفاصل بنتابع مع مايا دياب. بدي احكي عن اسره مايا دياب والعائله. انطرونا. في كثير ناس عم بيشاهدوكي مايا. اول شيء بدي احيي الصديقه الزميله الاعلاميه الين وطفه من الام بي سي، عم بتتابعنا الين، بحييها جدا. في على تويتر صبيه اسمها مروه مضياف عم بتقول لو سمحت من الفان نقول احترامي وحبي لمايا دياب. مروه راند ريم ليلو زيد نانا زلزلي بتصور حدا كمان نانا زلزلي. يعني بخافكم وئام اليو في كثير ما بدي انسى ولا حدا. بنحييهم كلهم. اذا نسيت حدا بليز ما تزعلوا مني، ما نكون قاعدين محلي. ما حطينا التويتر اكونت والفيسبوك اكونت تبع حسن الشافعي، بليز نشوفهم على الهواء وننتقل مباشره الى السؤال التالي. هني على الهواء عم بيقول لي كريستو. وي تعارف مع زوجك عباس، ومن ثم غرام، مساكنة، زواج، حمل، إنجاب، كملي لي بنتك. كل شيء برافو. بدي أعرف ليلى، بدي أعرف شيء ما بعرفه. شو هو؟ بدي أعرف منك. تفضل. أنت بتعرفي أنا سألتك السؤال قبل الهوا. شو ما قلت؟ تفضل. قبل الهوا كنا قبل الهوا. أنت لغاية اللحظة نعم زوجة عباس ناصر؟ طبعاً أو لا؟ أكيد. زوجته؟ أكيد طبعاً. ما تم الطلاق أبداً مايا؟ لا. ولا مرة افترقتوا؟ لا. في اتفاق ضمني بينك وبين عباس إنه لحفظ الصورة بنفترق، بننفصل، ولكن ديسكريتلي يعني، ولكن على الهواء بنقول إنه مزوجين؟ عباس جوزي برجع بعد لك إياها. أي. وبدي أقول لك كلمة، لو كان في أي اتفاق ضمني مع أي حدا بالعالم نو واي انت رح تعرفه. لا بس انا اليوم عم بستضيفك كرمال يعني. تجاوبيني. بس انا عم بقول لك يعني منك مطلوبه لبيت الطاعه. اول شيء بص اقول لك حاجه يا استاذ. لا بص هقول لك حاجه يا استاذ هشام، هل انا شكلي يطلب لبيت الطاعه؟ يعني مع زكا 5 وشهرزاد 5 زوجك على سنه الله ورسوله. خبريه بدي اقول لك شغله، عباس ناصر رجل
انتوا زواج مدني ولا مدني. عقد قرن؟ مدني. عباس رجل بكل معنى الكلمة، رجل لما تعرفت عليه ولما انغرمت فيه ولما دفشني وهداني واهتم فيي لأوصل للي أنا وصلت له اليوم. ما بتخيل إنسان بهيدي الصفات بيتحول. نيفر. إنسان مربى بهيدي الطريقة بعمره ما بيتحول. يعني الحنية، الحب، المحبة، الطريقة، الكرم، الأخلاق، كلهم انا بعرفه لعباس وبحييه كمان. طبعاً. بس خليني اقول حتى ما يصير في التباس، عم اقول عباس ناصر رجل الاعمال زوجة لمايا، مش عباس ناصر زميلنا بتلفزيون الجزيره بمحطه إيه. الجزيره. في كثير عباس ناصر، في كمان واحد ارهابي يعني. ميرسي. رجع. مايا دياب، ليش لكن الاشاعات بتكتر اليوم؟ هي من نفس استراتيجيتك انه لما يحكى ما يحكى عنك ما بتردي. عباس ناصر، مايا دياب، اوكي. وي. لكن لغايه اليوم انت على ذمه عباس ناصر اكيد، ومتفقين انه ما تضلكم متفقين. بعد مره متفقين انه تضلوا متفقين. بدي خبرك في خلافات؟ لحظه بيهستر عليكي اوقات انه من الاضواء الاعلاميه وانت لا من لا تصرفاتك ما بيهستر علي، هي الكلمه لا توجد وما بيهستر علي. هو منه هيك اصلا. بيجن عليكي، بحبك لا زلمه. ايه بيحبني رجل بغار. لا لا بيجن وبيهستر بالمعنى الايجابي انه انت مرته. ابدا. ايناس الدغيدي تركت زوجها بعد 29 سنه، قالت لي لانه تسرب الملل الى العلاقه. انت في ملل تسرب ولا ما؟ بعد 29 سنه بخبرك. قد ايه صار لكم مزوجين؟ 7. شو عم بيتسرب لعلاقتك انت ومع زوجك اليوم؟ شو يعني؟ يعني شو ممكن، يعني شو كيف بتوصفي علاقتك فيه اليوم؟ علاقه عائله رائعه. ولا مرة اجى عباس قال لك هديها شوي مايا؟ شو يعني؟ هدي اللعب بالاعلام، هدي اللعب بالاضواء، هدي اللعب ولا مرة لعبت اصلا انا بالاعلام. انت ولا مش لعبتي بالاعلام، عم بقول وجودك بالاعلام تحت الضوء. ابدا ابدا. ما استفزوا ولا مرة؟ ولا مرة. لبسك، مظهرك، اتيتيود تبعك، لحظة، اولا نحن تزوجنا صداقاتك على هيدا صداقاتك. لا نحن تجوزنا على هيدا المبدأ انه انا رح كمل شغلي، وكنت بوقتها مبتدئة يعني وبلشت واشتغلت كل هيدا الموضوع انا متزوجة، فبيعرف هو تقل الموضوع وحجمه، وبيعرف انا وين بدي اصير وشو عم بعمل وقد ايه صعب هيدا الموضوع وهالدومين، فما بيقدر يكون يعني بيتغير بهول التفاصيل. صداقتك بوائل كفوري بترسم علامات استفهام كبيره، يعني من وقت ما انجمعتوا باسم الفن انت ووائل كفوري، سواء بالكروز يلي عملها الصديق يوسف حرب على شاشه الMBC الكروز الثاني بميامي، ومن ثم ظهورك بالمباريات التنس يلي بينظمها وائل كفوري. على فكره هلا عم ينظم وحده جديده كمان، رح اظهر فيها كمان والعوينات لا بغير لوك من سنه لسنه. ليش ولما تظهري دائما يعني برفقه وائل او بمحيط وائل في كثير، يعني انت بتعرفي وانا بعرف والناس كلهم بيعرفوا، بيقولوا اكيد بحبوا بعضهم مايا دياب ووائل كفوري، مغرومين ببعضهم. في ناس بيقولوا مايا تسببت بخربان بيوت، خراب بيوت وائل كفوري او كانت السبب المباشر لطلاقه. في ناس لذلك بيقولوا طلقت هي وزوجها عباس ناصر. انت ووائل شو؟ اول شيء وائل منه مطلق، يعني امبارح او ما كان مطلق، علاقته المتوتره. لا اولا هيدي اول شيء وائل كفوري. خلينا نحكي عن وائل انا ووائل. اوكي. بس بدك تحكي عن وائل كوائل منشد حالنا ومنجيبه على البرنامج. لا مش منشد حالنا، له علاقه، الموضوع له علاقه فيكي مباشره ولازم تجاوبي عنه. شو هو له هيدا الموضوع؟ لا ما جاوبك. علاقتي بوائل كفوري بتقهر الناس، بتخليهم يحكوا، بتسبب تساؤلات، بتطرح اسئله، هذا الشيء خصهم فيه. انا ووائل الناس. لا ما هو انتوا كيف هيدا خص الناس، ان شو بيسالوا شو بيقولوا. انا بجاوبك على اللي انا بينقلوا ما بينقهروا، يعني فيني انا جاوبك على اللي انا علاقتي بوائل كفوري رائعه. هيدا الانسان انا بحبه كثير، بعتقد هو بحبني كثير. عرفت مايا؟ بس يعني اليسا كمان اصحاب مع وائل كفوري، بس مفهوم الناس لعلاقتهم لصداقتهم هي صداقه ونقطه، يعني فريندشيب، يعني اليسا ووائل اصحاب ونقطه على الصفر. بس في فتره من الفترات طلع عليهم اشاعات انه منهم اصدقاء. لا عن جد؟
طلع هالقد؟ عن جد؟ هالقد طلع؟ انا يعني يا ريت قلت لك جبت لك معي مقتطفات صحفيه. طب هالقد طلع اشاعات؟ اكثر. بس اني اصدقاء. انت ووائل؟ اصدقاء بس كثير. وهيدا الموضوع رح يضلوا هيك ما يقهر لانه انت الناس. ما بتدحضي الاشاعات، بتخليها ما هو عم بقول لك انا ووائل اصدقاء بحبه كثير. وائل هيدي الجمله البشعه اللي انت هلا منا لذيذه ومنا مهضومه. اصدقاء صديقات بتبعتوا مسجز لبعضكم لا مرحبا كيفك ينعاد عليك منهم وقت المناسبات يعني. بس وجهك لسانك بيقول هيك، وجهك بيقول غير. شو بيقول؟ وجهك بيقول لا مش مزبوط. عم تقوليها هيك على الهواء انه لا انا حقيقيه يعني. اليوم اساسا انت بتعرف علاقه وائل بعائلته. وائل شوي هيك متحفظ، برايفت بمحل بهول المواضيع، وانا بحترم طريقته. بدك هو يشد حاله يجي على البرنامج، مش بس نحن نشد حاله. صراحة أنا عملت اللي علي ولا ما عملت اللي علي؟ لا حكيته لوائل وقلت له اللي هو منه جاهز بالفترة الحالية، والناس اللي مش جاهزين يعني وقتها يجهزوا، نحن استوديوهاتنا بتستقبلهم. أكيد. مايا لكن أنا بتمنى أن يكون جاهز مرة ويكون معك ضيف. بالحلقة بالبرنامج الجاي بركي بتجوا سوا أنت وياه. أكيد. إذا بعد هيك نضحض الإشاعات ولا كيف؟ ما بقى أنت بتقولي بوقتها بخبرك. بس أنت بتحبي تزكي هالإشاعات يعني بتغذيها. ما بعرف شو أعمل؟ يعني إذا ما طلعت جاوبت وين بكون عم غذيها؟ وليه بدي أطلع جاوب؟ أعطيني سبب لأطلع جاوب. ليه؟ انت بتعتبري بانه هيدا شأن معني فيه بس انت ووائل ما حدا خصه؟ هيدا رأيك؟ بخبرك خبري، طالما انا ببيتي جوات بيتي مرتاحه شو بدي باللي بيصير برات بيتي؟ بيسألوا، بيقترحوا، بيتهموا، يعملوا اللي بدهم اياه. مهم انا جوا. وبما يختص بشق وائل كفوري، انا لما قلت انه بسبب طلاقه عم بنقل الاشاعات او عم نقول القويل يلي عم بتقولوا ما عم بجزم اذا وائل كان انفصل ولا لم ينفصل. الله يعطيه لم ينفصل، وانا بتمنى له الحياه السعيده، احلى حياه، لانه هيدا الانسان بيستاهل بس السعاده. شو تغني له لوائل؟ اصلا انت بهيك بنغني بس شو توصل الاغاني لوائل ولعت مايا. ليه دخلك؟ بحبه كثير. ايه طيب. جهاد. بس انتبه وقت اغني لوائل عندي مشكله. شو هي؟ بكون هلا هو عم بيحضرني فبيأيد على ورقه الغلطات ودغري. بنحييه لوائل طبعا نجم لبناني عربي بنفتخر فيه كلنا. قديش صار لي بنطرك تطل تمحي دمع من حزن عيني مل فل الشتي طل الربيع وفل وما رجعت انت. قديش صار لي بنطرك تطل تمحي دمع من حزن عيني مل فل الشتي طل الربيع فل وما رجعت انت. فل الشتي طل الربيع وفل وما رجعت انت. كفوري مرحبا كفوري. مرحبا بالزحلاوي. لازم نحكي زحلاوي مثله هلا بالفيلم. يعطيكي اغاني وائل او بيختار لك او بيختار لي اكيد. بيساعدني بتنقايه كل اغانيه. شو اختار لك اخر شيء؟ كل اغانيه. يا عسل. عسل بحبها كثير. اصلا بحبها كثير. لحظه، اكسكلوزيفلي لا انا والعسل 2 غنية مايا الجيم الجديدة. جو اكسكلوزيفلي توب مايا. الغنية من ألحان هيثم زياد. بونسوار هيثم. وتوزيع هادي شرارة كمان صراحة يعني الزلمة. بونسوار يعني أكيد. اي وبدي احيي لهادي شرارة كثير على اطلالته مع هو والسيدة روني شرارة واخوه غدي شرارة بحلقة على الام تي في سبيسيال لبنان يتذكر رياض شرارة مع الإعلامية الكبيرة نعمة عزوري قصي. عن جد نرفع القبعة احتراما لذكرى رياض ولآل شرارة الكرام. بقول لك الغنية بليز اكسكلوزيف.
مقطع اوعى تسربوا له اياه. وائل سمعها؟ وائل سمعها وهو اختاره؟ طبعا طبعا. طيب اكيد خلص. اكيد ما بسترجل. طيب 10/10 انا بعطيكي يلا. قبل ما اسمعها. أصل البنات شربات وأنا بدي يا ورد عسل، بالمشية وبالحركات ضربوا بيا المثل. أصل البنات شربات وأنا بدي يا ورد عسل، في المشية وفي الحركات ضربوا فيا المثل. لا لحظة. لا، لا لا، لا 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 اي دونت لا، لا 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 بدك غني. لا ما مش حقبل. لا 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 مش ليك بشيل ما في. الميكروفون. لا. ما في بلا نو بلا ما فينا نكمل بلاك. عمر بلا معروف. اللي باع البنايات بدك تغنيها. بيع البنات بدك بتعرفها. انا بعرفها كثير منيح. لا، اعملوا في- معروف. في ناس منك شباب طلب. في ناس جهاد منك طلب. 3 2 بترجع. 1 توب. شلت الايد في اسمع. أطلب منك. شلت الايد اسمعي. شباب 3 2 1 جو لكم. يا عبد شباب بقول لك نشاط. 3 2 1 جو لكم. أصل البنات شربات وأنا بدي يا ود عسل، في المشية وفي الحركات ضربوا بيا المثل. أصل البنات شربات وأنا بدي يا ود عسل، بالمشية وبالحركات ضربوا بيا المثل. اللي بايع عماراته واللي مطلق مراته واللي محرم على نفسه من بعد الستات. أصل البنات شربات وأنا بدي عسل وحياتك. طب فضيحه. والله العظيم هيدي الاغنيه انت قلتي فضيحه. هيدي الغنيه لا تصلح الا لمايا دياب. لا على فكره اللي باع بناياته واللي طلق مراته. بتعرف مين نقى هاي الغنيه؟ مين؟ عباس ناصر. انا بحيي لعباس جدا عباس جدا. ناصر نقى الغنيه من سنتين وشي. لكن بس تطلعي ثاني مره على الميلك ستور اوعى تقولي انه عباس ناصر البنك. عم تسأل عليه؟ ما حبيته انا صراحه. ليه؟ لانه ما انا لا، هو بحبه كثير بيعرف أنا لعباس بمزح معه. وزلمه ما هو زلمه مهضوم ولذيذ وهيك، انه اذا ضفت له بعد صفه البنك مهضومه. لا بنك اخلاق. بنك اخلاق. انا هيك انا كنت برايي. قصدي اقول مايا دياب بنك. بعد البريك لوك جديد. انا نيكولا جبران. شو نيكولا جبران شو بدي اقول؟ لوك جديد. توب مايا تفضلي. حصريا لأنا والعسل مايا دياب بلوك ثاني، لوك جديد، تفضلي. يعني قد بدي اشكر نيكولا جبران انا ولا انت انت ولا بتشكريه؟ انا؟ لا لنوصل انا ببلش. تفضلي. صداقتك وعلاقتك بالمصمم المبدع نيكولا جبران كمان تنتابه مد وجزر، طلعات ونزلات، قطيعه وود ووصال. طلعه وحده. لا طلعه وحده. ولا مره بيكون في نزلات؟ سوء تفاهم يعني أو طلعه هي الطلعه والنزله بيجوا وحده يعني. اكيد سوء تفاهم. بدي اقول شغله، اول شيء بدي اتشكر نيكولا جبران. ما فيني اقول له ميرسي، يعني نيكولا مش حدا بنقول له ميرسي على اللي بيعمله معي. يعني بيتخطى مرحله الميرسي. نيكولا دائما ريدي لإلي، للي بفكري، لعقلي انا شو عم بفكر اني اكون، ولهو كل ابداعاته انا بعرف بخزنهم، لانه بحب هالقد يعطيني ويلبس مايا ويهتم بمايا. مش بس بلبسني نيكولا، بيهتم فيي انا. بس اكيد بحب اصاله اكثر. لا في حب أصالة أكثر أكيد، لأنه أصلاً علاقتهم أقدم من علاقتنا. وأنت بتحبي أصالة أكثر؟ كثير أنا بحبها، كثير 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 كثير، هي بتعرف. وأنا أكثرين. بوصل أصالة. بحييها لأصالة. فعن جد يمكن كلمة ميرسي لنيكولا ما بتكفي. هيدا صديق، خي، إنسان هيك بكل معنى الكلمة، وحساس كثير. يمكن حساسية، يعني إحساسه العالي، واليوم عنده يمكن هيدا بشكل له حساسية. لا بس مش مثل حساسية أول الحلقة، لا 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 لا, لا. يمكن كرمال هيك نيكولا بيزعل أوقات من شغلات هن بيكونوا صغار. فأنا بطلب منه على الهوا اليوم، بقول له نيكولا عن جد
يمكن قليل المرات اللي طلعت بعيونك، انا هلا عم طلع بعيونك وعارفه انك عم تطلع على التلفزيون، صدق قد ايه انا بحبك برات الفساتين. بقبل ما نكون بقى عم نلبس فساتين، بس بعمري ما بقبل يعني انك ما تكون يعني من فساتين من عنده، بس ما بعمري بقبل انه ما تكون قاعد بنص بيتي، هيدا بيتك، دائما انت خيله الي وبتعرف بكل كبيره وصغيره انت المستشار الاول. بنحيي للمبدع نيكولا جبران. علاقتك بالصحافه اليوم كيف؟ منيحة، بس قبل بدي اقول انه انا لبست هذا الفستان كرمالك، انا ضد اني غير لوك. وخليني اقول انا شغله ثانيه كمان، انه معظم الضيوف يلي بيجوا على البرنامج بيحلوا. طبعا انا مع انه يتقاضوا اجر لقاء ظهورهم، لانه في شيء اسمه ماركتينج، في شيء اسمه سيلز، اعلانات، مبيعات، يعني كل واحد بياخذ حقه. بطلنا بعصر انه واحد بيخبي المسيره، خلص واحد بيطلع في برنامج، نحن على تلفزيون الحياه بيطلع يعني في اعلانات، اكيد يعني عنده حق الضيف. اليوم خصيتيني انا وتوني سمعان وباسم طبعاً. كريستو، خصيتينا انه جيتي فور فري، اكيد ما تقضيتي قرش. طب شكرا. لا شكرا ما بدها ميرسي. لانه قلت انه انا صداقتي بنشان وتوني اعلى وباسم بكثير من هذا الموضوع. صح، اكيد ما بتتمن. بدي بوجودك حيي الصحافه اللبنانيه والصحافه العربيه انا كلهم من خلال شخص سيده تعتبر من كبار الاعلاميات كتير. بلبنان والوطن العربي. هي رئيسة دار الصياد في لبنان. نعم. وبنته لعمود وعميد الصحافة الفنية اللبنانية والصحافة اللبنانية الأستاذ سعيد فريحة. نعم. لأنه مؤخرا بمدينة الحزمية في لبنان أطلق اسم على شارع بمدينة الحزمية باسم إلهام سعيد فريحة، وهو كبير من كبار الأسماء بالصحافة اللبنانية والعربية. تحية لدار الصياد وتحية للسيدة إلهام فريحة. وأنا بدي أقول إنه من فترة مش كتير طويلة، يمكن من فترة شهرين، كان في تليفون بيني وبين السيدة إلهام. عن جد بحبها كتير، ومبروك أكيد، لأنه نحن نفتخر دايما وقتها بصير في هيك خطوات والناس بعدهم هالقد فعالين موجودين معنا، فعالين لمدينتها، لأنه هي طبعا اللي بتجول العالم العربي لخدمة مدينتها ولخدمة عاصمتها ولخدمة وطنها لبنان. فألف تحية لإلهام سعيد فريحة وآل فريحة الكرام. إلى مصر. نعم. عادل إمام. لا حبيبي حبيبي عادل إمام. الزعيم لما يشوفك شو بيقول؟ الزعيم لما بيكون زعلان بيقرر يشوفني تيضحك وبيقول انه برجع له الحياة. بس زعيم انت ما بتعرف انه انت بتعطينا البسمة والحياة. شو قالت لك يسرى اكثر؟ كنا قاعدين انا وسيفا مش من زمان. لا بونسوار يسرى، رمضان كريم والاحد اكيد رح نكون عم نحضر اكيد. قالت لي مايا هو انت عامله ايه لعادل امام؟ قلت لها ليه؟ قالت لي ما مش معقول، احنا كل ما بنقعد مع بعض بجيب في سيرتك وبيقول البت دي بتجيب لي الضحك وبتردي لي الحياه. فانا قد ايه بنبسط ب شو بدي اقول عنه، استاذ، زعيم، لو كوميديان، شو بدي اقول عنه؟ هيدا عادل امام ما بنقدر عن جد نوصفه، يعني بنبسط قد الدنيا، يعني ما بعرف شو بدي اقول له. هو قيمه كثير كبيره اكيد، والله يطول بعمره ويحفظه لكل العالم العربي. ذا جاد فاذر يمكن هو كمان. طبعا هو العراب. تتمني انه بليله قدر يضحك لك القدر وتتكرمي يعني بالفن، وتتكرر التجربة الدنماركية يلي خاضتها النجمة نيكول سابا، وتصيري انت كمان قدام عادل امام بفيلم. اكيد التمثيل قدام عادل امام يعني بدك تقول عنه حلم، بدك تقول عنه فرصة، فيك تقول عنه شو ما بدك، هو كل هول مجموعين. صح. تحبي؟ اكيد طبعا اكيد. بتتوقعي؟ ما بعرف هالقد بحبني وبضحكه وبرد له الحياة. ما بعرف. مايا، لما حكينا سوا ليلة إطلالة نيكول سابا معي بأنا والعسل، قلت لك سمعتي؟ قلتي لي ايه سمعت كل شيء، وما علقتي ابدا. وهيدا الشيء كثير حلو، يعني ولا لمتي ولا تصريح لنيكول لما قالت انه انا بصنف مايا ثالثه من بعد ما هي وهيفا الاولى بمصر. سيرين عبد النور قالت نيكول الثانيه برايها وانت الثالثه. ما علقتي على الموضوع؟ ولا رح علق. ليش؟
لانه ما في شيء في جفاء انت ونيكول؟ ابدا ابدا ابدا. والراي ما يعني الاختلاف بوجهات مش النظر دايما لا يفسد لازم للود يعني نجمل الامور لبعض. اذا هيدا رايي انا بحترمه، بالعكس ابدا ولا ما بعلق عليه ولا 1% ابدا. مقتنعه فيكي نيكول او ليك نجمي بالغناء وبالتمثيل كان لازم تساله. في رساله معينه بتحب تقولي لها اياها لنيكول؟ لا ابدا، بدي لها مبروك سلف، ان شاء الله يا رب تخلص بسلامه يا رب. ونيكول الصغير، نيكول الصغيره ان شاء الله يا رب صغيرة. اكيد بتنور هي ويوسف الخال. فضل شاكر الفنان المعتزل قال عنك انك غيمه سوداء، فيما لو قليلي شو قبل ما اقول فيما لو الحاج ابو محمد شمندر يعني فرقت التسميه كثير، لانه هو اعتزل الفن وما بده يغني ما بده يغني، هو حر، هيدا قرار، هيدي قناعاته وهيدي. وانا جاوبتك. ايه اسمه هو هلا صار الحاج ابو محمد شمندر. الف مبروك. بنحيي لا فينا مش نحن. ايه فيك انت تحييه. تفضل. لا مش كاميرتك يعني باسم. انت ما بتحييه؟ لا انا لا. ليش؟ ما بعرفه لأن انا ما بعرف الحاج ابو محمد. بعد الفاصل مايا دياب واسئله حد السيف. انتظرونا ولا شيء. التحية اللي وجهتها قبل شوي هي كانت للفن يلي أخذناه من الفنان المعتزل فضل شاكر، إنما إذا كان في تحية لازم توجه اليوم ولازم وجهها سواء أنا أو مايا أو كل المشاهدين هي للجيش اللبناني طبعاً. وشهداء الجيش اللبناني. وخليني أقول بصراحة على الهواء، يعني أكيد الموقف يلي أخذه فضل شاكر ويلي إذا أهم مؤسسة عنا بلبنان مؤسسة الجيش اللبناني تمنعني أنا وغيري إنه نحيي فضل اليوم، لأنه اللي عمله كان ضد مؤسسة الجيش اللبناني. فاقتضى التصويب لأنه الكل عم بيقول إنه نيشان كيف بتحيي؟ أنا إذا بدي حيي بحيي جيشي، بحيي شهداء جيشي بلبنان والمؤسسة العسكرية وماضي فضل شاكر. أنا عم بحكي عن الفن الماضي، أما اليوم فاقتضى التصويب، وهيدا الرأي ما حدا يزايد ولا حدا يقول إنه قال وعمل. كثير واضح برأيي المؤسسة اللبنانية، المؤسسة العسكرية اللبنانية للإرسال والعسكرية، المؤسسة العسكرية اللبنانية العماد جان قهوجي، شهداء الجيش طبعاً اللبناني وحضرنا يلي كثير من الدماء التي أريقت في سبيل لبنان وفي سبيل حرية لبنان. طبعا كله برعاية فخامة الرئيس العماد ميشيل سليمان. اقتضى التصويب وبينتهي هذا الموضوع. جان قهوجي لأنه كمان مهمته صعبة دايما. صح. ناخذ اتصال لضيفة بكره اذا بتسمحي مايا دياب، وهي كانت نجمة اليوتيوب لي انا والعسل بارت 1. هالسنه كمان رح بتكون اذا الله راد السيده اعتماد خورشد من مصر ضيفة انا والعسل بكره. مساء الخير سيده اعتماد. اهلا اهلا يا نيشان، ازيك يا حبيبي؟ اشتقت لك، انت ازيك؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا رب. انت جاهزه للحلقه بكره؟ طبعا جاهزه. حنقول اللي ما قلناهوش السنه اللي فاتت. بقول لك يا نيشان في حاجات كتير قوي قوي ربنا يستر عليا وعليك بكره. طب خلاص هيستر ان شاء الله. انا بحيي مايا الحلوه الجميله دي وبشكرها بالنيابه عن كل المصريين على انها غنت اغنيه جميله لمصر. مصر هيدي قلبنا. كل سنه وانت طيبه يا مايا. ميرسي وعليكي يا رب، واهلا وسهلا فيكي بكره بحلقه انا اكيده انه رح تكون كثير دسمه. اعتماد خورشيد شكرا لك، منتظرك بكره اذا الله راد بحلقه انا والعسل ان شاء الله. شكرا نيشان حبيبي، عيوني خلي بالك بكره عليا. خلاص خلي بالك عليا. انت في عيوني. شكرا. الجمهور عم يسقفوا لها مهضومه. حد السيف مايا. نعم. اول سؤال، كل ما تتوتر علاقه راغب علامي بهيفا وهبي مايا دياب هي البديل. صح؟ لا. بلا. لا. لكن قلت لي جاوب بسرعه. قلت لك لا. مش انت صديق ولا راغب؟ اعطيني كيف ليه؟
وانا صديق هيفا كمان. ايه برافو، بس ما انا عم بقول بقول لك اثنيناتهم اصدقائي. جريت، بس مراغب اليوم يعني افتراضا فكر بهذا الموضوع ربع ثانيه، اليوم هو مقتنع بمايا انها تكون معه بحفلته. انت وهيفا كيف؟ كثير منيح. اوكي. من الأصلح والأكثر كفاءة حتى تكون كيم كارداشيان أو كيم كارداشيان الشرق؟ مايا دياب، هيفا وهبي، مريم فارس، مشان هيدي رزان مغربي، ميسا مغربي، تسمي وبدك نجاوب. مين؟ يعني المفروض انه الاكثر الناس بيهتموا لتفاصيل مين؟ حياتها اكثر مين؟ ما بعرف. مين ما رح اقول لك. هني 5 أشخاص. مين؟ ما رح اقول. بلا بدك لا تقولي. لا حدا. طب أنت بتصلحي؟ ايه بصلح. رياليتي شو؟ عندي عروض 3 لرياليتي. بتعملي؟ ان شاء الله. اكيد. شفتي ميسا مغربي؟ بعد ما على شفتها قناة ولا مرة. الآن؟ لا ببرنامجها؟ لا. كنتوا بكان سوا؟ كنا بكان كيف سوا. فليتي؟ من وين؟ على السجل. انت كنت مدعوه على على ريد كاربت انا كنت معزوم من دو غريزو غونو، وقطعت على ريد كاربت انا وفواز دو غريزو. اوفيشلي يعني بشكل رسمي؟ طبعا. ليه ما فهمت؟ عم بسال عم استوضح. وقفتي جنب سعيد المروق المخرج بأزمته الأخيرة؟ طبعا. يعني إزرتي؟ أكيد. تلفنتي له؟ تلفنت لجيهان وحكيت معه وسألتهم إذا في أي شيء أنا ممكن ماديا عرضتي عليه إنه تساعديه؟ لو طلبوا مني أي شيء كنت رح أكون موجودة أكيد، وجيهان تعرف. بسبب ملابسك المثيرة هل ممكن تتعرض إلى هجوم ثاني من المستشار مرتضى منصور؟ لا تعليق. ليش؟ ما بدك تجاوبي لأنه إجابتك ممكن تصير أوقات بتجيب سيرة عالم مش ضروري تجيب سيرتهم. ليش؟ أنا بجيب سيرتهم، أنت مش ضروري تجاوبي. ما تجاوبي بس أنا مش رح جاوب. جورج وصوف عم تطمني على صحته؟ حبيبي أنت عم تطمن؟ كل يوم دايما. يعني الله يخلي لنا إياه. بتعرف بالأزمة اللي مرق فيها عن جد ما قدرنا غير نكون حده، وشاف محبتنا عن جد. ان شاء الله تكون هيك قدرت تمرق لإله ولعائلته لمدامته شاليمار 100 بونسوار. ابو وديع مليون بوسه. لا انا بوساتي قبلك. بس بوسه مليون منها. هل تلقيت تهديدات بزمن الاخوان لعدم او بعدم الاستمرار بعملك بمصر؟ ابدا. ولا مره قربوا صوبك؟ ابدا ابدا. انا شاشه النهار اللي كنت انا بشتغل فيها اصلا بتحميني، بس هذا الموضوع ولا مره صار بمصر ابدا. عندك 30 ثانيه بدك تغني له للصوف؟ اكيد. يلا بنختم شباب. جرحونا برمش عين كلامهم مسنا، سألونا نبقى مين قدمنا نفسنا، بس احنا اللي القمر يا قمر معرفش يذلنا، الناس طلعوا القمر وقمرنا نزلنا. الله يطول بعمرك. اخر سؤال. يلا هيدا كل يوم بيضحك عليه السؤال. بدي شوف انت شو بتعملي. فيني اجاوب عليه؟ شكرا مايا دياب. بحبك ليش؟